السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انتوا طبعا عارفين سندوتش الشاورما السوري دلوقتي وصل كام؟ وصل ل75 جنيه، وفي اماكن تانية 100 جنيه. تعالوا النهاردة نعمل 10 سندوتشات شاورما. بصوا، بطريقة سهلة جدا وانضف واوفر من اللي في البيت 100 مرة. معانا هنا علبة زبادي، معانا ملح وفلفل وبهارات شاورما جاهزة، وبصل بودر وتوم بودر ومكعب مرقة. وهننزل كده بعصرة ليمونة زي ما انتم ما شايفين. اهم حاجة تتبيلة الشاورما، ومعلقتين خل كده بالظبط. هنقلب الخليط ده، وهو ده اللي هنحط فيه بقى معانا الشاورما، وهنبيتها لتاني يوم. لو انت بقى مستعجلة عليها ممكن اقل حاجة ساعتين، عايزة تشتغلي فيها على طول اشتغلي. مقطعين مع بعض كده يا جماعة صدور البانيه، وعاملينها رفيعة كده وطويلة، وهننزل بالكمية اللي احنا عايزينها. وهتقلبي بقى وندخل مع بعض التتبيلة كويس جدا جدا في الفراخ. وطبعا انا هعمل الفيديو ده بقى ايه على يومين. انا سبتها كده، انا متبلة من بالليل، وهسيبها في التلاجة لتاني يوم الصبح. تاني يوم بقى ايه، جينا وجبنا معانا صينية كده، هنحطها على النار وشوية زيت كده صغيرين، وهننزل بيهم. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، ونكمل مع بعض الفيديو. وهننزل بقى بخلطة الفراخ اللي احنا متبلينها قبلها في يوم ومبيتينها في التلاجة. وهتبداي ايه تفرديها كده في الصينية، ومش عايزين نقلب فيها على طول. هنسيبها شوية، هتلاقيها ابتدت تنزل شوية مية زي ما انت ما شايفة كده. في الخطوة دي بقى هنكون مقطعين بصلتين جولوين او رفايع زي ما انتم ما شايفين كده، وهنديها تقليبة، وهنسيبهم مع بعض كده بقى شوية. ومعانا هنا قرن فلفل رومي، وهنحطه. عايزة تحطي واحد سبايسي ده اختياري، وهنسيبه برضو دقيقتين تلاتة كده ونملح ونشوف ملحها عامل ازاي. وهنديها برضو تقليبة كده، وهنغطيها ونسيبها 5 دقايق. وهنكون مقطعين طماطماية قطع صغيرة كده، وهنقلبهم برضو ونشوف الحياء بتاعها عامل ازاي. محتاجة فلفل حطي، محتاجة ماجي حطي، محتاجة اي حاجة حطي. وهنسيبها بقى على نار هادية كده لغاية ما تشرب ميتها نهائي، ونكون خلصنا مع بعض كده الشاورما. ومعانا هنا يا جماعة العيش السوري بتاعنا، هنبدأ ناخد معانا خلطة الشاورما اللي احنا عاملينها، وهنفرد كده في السندوتشات بتاعتنا. معانا هنا ميكس جبن، هنبدأ نحط كده فيه على خلطة الشاورما. وهننزل بكاتشب ومايونيز زي ما انتم ما شايفين كده. يا جماعة اعملوه بقى في البيت، مش محتاجة بقى ان احنا ننزل نجيبه السندوتش ب100 جنيه. وكمان بصوا مش مضمون، فانت هتعمليه في البيت. ممكن بقى تحشي بطاطس، شاورما لحمة، اي حاجة انت تفضليها. وتشوفي بقى اولادك بيحبوا ايه تعمليه وكده. عملنا مع بعض اول واحد، نعمل بقى التاني. نحشي بقى كل السندوتشات بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا مش هعمل معاكم طبعا كله، انا هنا عامله 10 سندوتشات. بصوا زي ما انتم ما شايفين، هعمل بس معاكم واحد بس تاني عقبال بقى ما نخلصهم ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. وهننزل برضو بالكاتشب والمايونيز، وهنقفلها كده من الجناب ولفيها كده بالطريقه دي. سهله وبسيطه والله، ما بتاخد معاكي وقت خالص. مجرد بقى ما انت تبلتيها، المشكله بس ان انت ايه عايزه تتبلي ايه الفراخ، هي دي بس اللي بتاخد وقت. وخلصنا مع بعض كده كل كمية السندوتشات في صينية على النار كده، على نار متوسطة، وهننزل عليها برشة زيت بسيطة. وهنسيبها كده على النار، وهنبدأ نقلب فيها يمين وشمال كده. ونخلي بالنا في المرحلة دي عشان ما تتحرقش معانا، ايدك فيها باستمرار. وهدي النار خالص عشان تاخد معاكي اللون الجميل دوا. وهنحاول بقى ندي الجوانب كده برضو لون بالراحة كده مع بعضينا، ونشوف هنعمل مع بعض ايه. سهلة وبسيطة وسريعة وانضف واضمن 100 مرة من بتاعة بره. انا بقى هنا كاتمه صوت القرمشه، يعني عايزه اسمعكم اصلا قد ايه هي مقرمشه وجميله. هي اصلا شكلها كده باين. ونخلص مع بعض كل السندوتشات برضو بالطريقه دي، مسحه زيت خفيفه. وشايفين